يا حلاوة الرز بشعرية، بيرد الروح ومغذية. صينية الفراخ، تعالوا ما نشوف عملنا صينية الفراخ دي ازاي، والرز بشعرية والحلويات دي ازاي يا حبايب قلبي. اولا صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. والله العظيم وحشتوني وحشتوني وحشتوني، متحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. وادي ايه الطماطم، ماشي يا حبايب قلبي، معانا الطماطم ومعانا الفراخ ومعانا البطاطس ومعانا البهارات ومعانا الفلفل الرومي والفلفل الحار. طبعا حطينا الطماطم في الخلاط وحطينا البصل اهو، بخرط البصل اهو بحطه في الخلاط اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. وادي الفلفل الرومي، ودي التوم، كله كده في الخلاط. اسرع صينية فراخ بالبطاطس حاجة كده ولا في الخيال. وطبعا الفراخ غسلينها بقى غسلة حلوة، حطينا الكمون والفلفل الاسمر والجرفة، اي بهارات عندك حط بس مش تكتر بهارات. وادي الملح اهو زي ما انتوا شايفين. هتحط ايه تاني يا ام فرح؟ هتحط ايه تاني؟ هنحط مرق الدجاج يا حبايب قلبي. بعت كريم ابني يجيب لي مرق الدجاج من التلاجة، كنت حطاها في التلاجة، يجي يشيلها كده يعني يشيلهم من بعض فراحت مفكوكة منه، فراح جايبها لي كده وهي ايه مفتوحة. ماشي يا حبايب قلبي، وهنضرب بقى ده كله في بعضه ضربة محترمة كده زي ما انتوا شايفين اهو. بقول لكم حطوا اللايك، حطوا اللايك، باكد عليكم كل شويه تحطوا اللايك عشان مش تنسوا اللايك يا حبايب قلبي. ادي طبعا عمال نفرم في الطماطم. خلاص يا ام فرح، خلاص كفايه الطماطم انضربت خلاص يا اختي، خلاص. هنرص بقى ايه البطاطس في المحشره يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. البطاطس ولا عاملاها رقيقه قوي ولا عاملاها تخينه قوي، يعني سمكها حلو يعني، خير الامور الوسط. عشان لو عملتها رقيقة قوي فهتستوي مني بسرعة وهتتهري، فانا عاملاها ايه وسط كده يا حبايب قلبي. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم بامر الله. ادي رصنا البطاطس. هتحط ايه تاني؟ هنحط الفراخ زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الفراخ ماسكينها غسلينها غسلة ايه، غسلة فل. تغسلي ازاي يا ام فرح؟ برضو كل فيديو بقول لكم بغسلها بليمون وبسكر وبملح وخل، بنجعها فيها كده يجي ساعتين، بروح ماسكاهم بقى غسلاهم تحت الحنفية، واروح ماسكاها كب عليها مية مغلية من الكتل، غسلها بمية مغلية في الاخر خالص. وبس كده يا حبايب قلبي، ما بتخليش ذرة زفارة في الفراخ. وسقطنا الطماطم اهو زي ما انتوا شايفين على الفراخ والبطاطس، ولا هنحط سلوفان ولا هنحط يحزنون، هنحط ايه؟ هنحط الصينية بس. حاجة سهلة وبسيطة وبتتعمل وما بتاخدش وقت يعني. بصي هي قعدت في الفرن نص ساعة، نص ساعة واستوت، اقل من نص ساعة كمان. كل شوية بقول لكم حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك. ادي يا حبايب قلبي قلنا ايه، خلاص كده خلصنا من صينية البطاطس. نبدأ في ايه؟ نبدأ في الرز. حطينا الزيت واستنينا الزيت يسخن ورحنا حاطين الشعرية يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، وقلب قلب 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 لغاية ما تصفر معانا. يعني ايه تصفر؟ يعني تتحمر معانا، يعني تتحمر. بس انا عشان بخليها اللون الاصفر فبقول تصفر.
تصفر من تتحمر، ما تركزوش عشان ما تهيسوش معايا يا حبايب قلبي. مش عارفه، انا حاسه نفسي كده على وشك دخل عليا دور برد، مش عارفه ليه. وادي سقطنا الرز، هنفضل نقلب 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 لغايه لما الرز يسخن معانا. طب ليه نقلب 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 والرز يسخن معانا يا ام فرح؟ عشان خاطر الرز يطلع مفلفل كده معاكي وعسل كده زيك كده. وادي قلبنا الرز، هنحط الملح زي ما انتوا شايفين، وهنحط مرق الدجاج، وادي الرز بشعرية. وما فيش اسهل من الرز بشعرية، ويا حلاوة الرز بشعرية، بيرد الروح ومغذية. شايفين؟ وده كان شوية شوربة كان عندي في التلاجة، كنت بشمها بشوفها حمضت ولا مش حمضت، بس مش لقيتها حمضت يعني. انا عارفة ان هي مش حمضت، بس انا بشمها بتأكد برضو زيادة تأكيد. قلت اما احطهم مع الرز يدوا طعم للرز كده، وخلوا الرز كده حلو كده. الشوربة لما بتكون على الرز بتخلي الرز حلو. وحطينا بقى ايه شوية مياه من الكتل اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. هنغطي الحلة اهو، وخلصنا من الرز بشعرية. مفيش اسهل من كده. واستوى معانا الرز بشعرية، واستوت معانا صينية البطاطس بالفراخ. يا سلام يا سلام يا جماله يا جماله يا حركاته يا تكات. اظن مفيش اجمل من كده ولا اروع من كده. جرب الطريقة وان شاء الله تعجبكي ان شاء الله. ولو مش اشتركتي في القناة وعجبتك الطريقة، مش تروحي تعملي الطريقة قبل ما تشتركي في القناة. اعملي اشتركي في القناة. وادي الرز اهو مفلفل معانا، بحط لكم شويه في الغطا عشان اوريكم الرز مفلفل ازاي. وبنسجي الرز اهو، سجينا الرز. يا جماله يا جماله يا جماله، يا حركاته يا تكاته، يا حلاوة عليك يا بت يا ام فرح، يا حلاوة يا حلاوة. تسلم ايديكي يا ام فرح، تسلم ايديكي والله العظيم يا حبايب قلبي، قسما بالله كان لقمة كده ما لها حل، علاولة علاولة علاولة، حاجة كده فاخر من الاخر. اه والله. اهو شايفين الرز بفرفط ازاي، بفرفط فرفطة كده، الحباية واختها يا حبايب قلبي. ادي الرز، سجينا الرز، غطينا على الحلة. هتعملي ايه تاني يا ام فرح؟ ودي السلطة. ماشي يا حبايب قلبي، بحط الملح على السلطة اهو. وهحط السلطة بقى في اطباق زي ما انتوا شايفين. وبكده يا حبايب قلبي وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، واشوف وشكوا على خير يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا باي.